His name is John C. Thomas Shelby, Mafya. Mafya, okey. Thomas Shelby. Thomas Shelby. Evet, Sigma. Yo, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm going insane. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Don't ever trust nobody, don't trust your friends. Tell me why they sending pictures, they don't wanna take your place. Stumble on me, I know you're gonna ask me where I've been. Girl, I've been trying to love you back, but I don't have time, I don't even text. Always on the road, I don't even rest. She's staring at me, busy looking obsessed. I don't even look back, I don't even care. Make my money, I wanna invest. He's so surprised that I never had sex. Yes and now, pass my test. Even if I don't, I would never confess. يحبون هذا ويكرهون هذا ولا يعلمون أن هذا هو مدرب هذا. نعم، إنه الجراية. المفنش حبيب الملايين، هذا الانسان اذا نوق حدا بده يفنشه لو شو ما كان، لو كان في 5 سكوادات عم بيضربوا عليه، خيو عم بيشدوا بشعره، حرب نوويه صايره برا، هو بده يفنش على جته، بده يوقع يكب ثلجي، ما بيعمل، بده يفنش. اذا بنوق واحد ببيكو بالوادي، بحط لانش باد، بحط بوابه جو، بيطلع زيب لاين، بسافر بالطيران، مهم يوصل ويفنش. زياده عن هيدا كله عنده هيك ابتكارات بالتفنيش، بده يفنشك باللغم، بده يفنشك بقنبله الثلجيه، بده يفنشك بوكس، بده يفنشك بفرد الدم. احلى فيديو بالنسبة له هو هيدا فيديو فنش، عرفتوك لا خانس، فنش. ومثاله الأعلى بالحياة هو المفنش الأكبر والأعظم بتاريخ فري فاير، علي عمر. الكل يمنشن لي علي عمر بالتعليقات وقولوا لي خربت لنا بيتنا بهالترند يا علوش. ليش Told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm going to Yes! خلعني يا صاحبي، والله قلبي راح 9758 و848,879 مليار و999 مليون و947 دينار. يا صاحبي خلعني فيك. يس! خلعني يا صاحبي، والله قلبي راح 9758 و848,879 مليار و999 مليون و947 دينار. يا صاحبي خلعني.
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ الأسلحة في الباتل رويال مختلفة عن الكلاسيك سكواد، يعني حتى شفت زر الإطلاق في الباتل رويال بيكون فوق، فيعني أنت بتيجي بتضرب متعود تضرب من فوق زر الإطلاق، بعدين بيصير في الكلاسيك سكواد تحت مختلف، حتى الإعدادات مختلفة. جبت لك اليوم اقوى حساسيات في لعبه فري فاير، راح تخليك تضرب الاحمر فقط وما كاش ايم فوق الراس. مثل ما تشوفوا امامكم كل طلقات فول هيد، حتى بالشوت جان، حتى بكل الاسلحه، وحتى الدمج يعلى، يعني حرفيا راح تخليك ترعب كل لاعبين في لعبه فري فاير. وشوفوا حتى لو طلقت في الريح راح تجيب هيد شوت، حتى لو طلقت في السماء راح تجيب هيد شوت، ولو فتحت سكوب وبعدت الايم كليا عن اللاعب كمان راح تجيب هيد شوت. والحساسيه كالاتي: اول تدخل الاعدادات وتخلي كل صفر، العام والنقطه الحمراء وسكوب 2 وسكوب كات وسنايبر سكوب وفري لوك وكل شيء تخليهم صفر. تدخل الايم تصغروا لاقصى درجه وتزيد تنقصوا في الشفافيه وترفعوا لفوق الاعلى مكان. وهيك نقدر نقول لك اذا قدرت تلعب هذه الحساسيه تعالوا بزغلي على وجهي. Se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você. Vem me satisfazer. Yeah, Dragon, you عمر. طلعت لكم حركة بتثبت لك ايمك وصعب جدا حدا يجيبك وانت بتعملها. حركة باختصار هي تمسك الانالوج وتزيح يمين وشمال بنفس الوقت اللي بتطخ فيه، ولازم تكونوا سريعين، واذا ما زبطت معكم اكتبوا لي بالتعليقات اسوي لكم فيديو للحساسية عشان تزبط مع الحركة. شباك لباك كابوك المارد بين ايديك. هنا هذا الثاني ابن